عارف يعني إيه الدنيا تلف بيك في ليلة وضحاها؟ تبقى نجم النجوم وحبيب الملايين وتصحى تلاقي بلدك كلها بتقول عليك خاين. والمصيبة الأكبر إن اللي عمل فيك كده مش عدوك، ده صاحب عمرك اللي غدر بيك عشان يخلص منك. قبل ما أحكي لكم إزاي نور الشريف اتظلم واتكسرت نفسه وهرب من مصر وهو بيبكي، فين التشجيع يا غاليين؟ دوسوا على القلب الأحمر ده خلوه ينور، وطيران بسرعة اشتركوا في قناة اليوتيوب، الرابط في البايو عشان الحكايات اللي بتوجع بجد موجودة هناك. اسمعوا بقى الغدر عمل إيه في نور الشريف. بص يا سيدي، الحكاية بدأت في أوائل التسعينات وتحديدا سنة 1992. نور الشريف كان في عز نجاحه وقرر يعمل فيلم عن رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي. نور كان قلبه ميت وبيحب القضية بجد، فصرف كل فلوسه عشان ينتج الفيلم ده. بس للأسف فيه ناس ما كانتش عاوزاله الخير. الفنان سمير صبري وقتها كان هو الفتى المدلل وله علاقات قوية جدا بالصحافة، وبالذات مع إبراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم اللي كان كلمته مسموعة عند الكل. سمير كان بيحقد على نور غيرة فنية وحشة قوي، فاستغل إن الفيلم فيه انتقادات سياسية وبدأ يسخن الدنيا ضده في القعدات الخاصة. سمير صبري بعلاقاته دي هو اللي وصل للصحافة وللناس الكبار إن نور الشريف باع نفسه وخان بلده، وطلعت المنشطات اللي تسود الوش وتوجع القلب، والكل بقى يكتب نور الشريف قبض ثمن الخيانة. والخبر اللي سمير صبري سربه وطلع إشاعة إن ياسر عرفات بعت لنور شنطة فيها 3 ملايين دولار كاش عشان يعمل الفيلم ده ويطلع صورة مصر وحشة. تخيل نور الشريف اللي كان بياكل مع العمال عيش وملح لقاهم بيلفوا وشهم عنه ومحدش راضي يسلم عليه. الفيلم اتمنع واسمه اتحط في القائمة السوداء، وكانوا خلاص هياخدوا قرار يمنعوه من التمثيل ويقعدوه في البيت. من كتر الظلم نور الشريف ساب مصر وسافر لندن، وكان بيمشي في الشوارع والدموع في عينه وهو بيسأل نفسه ليه يا سمير؟ ليه الغيرة تعمل فينا كده؟ نور قعد شهور في حالة اكتئاب، وفضل الجرح ده في قلبه لحد ما مات. حتى وهو في عز نجاحه ما كانش بينسى ان اللي طعنه وعاوز يخلص منه كان واحد من أعز أصحابه. نور الشريف وهو في لندن كان خلاص تعب من الجو ده وبيفكر يعتزل، بس ولاد الحلال وقفوا جنبه وما سابوهوش يقع. الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين كتب مقال يزلزل الدنيا دافع فيه عن نور الشريف، وبدأت الأقلام الشريفة والناس اللي بجد تتحرك وتقول نور الشريف خط أحمر. الحقيقة بدأت تظهر لما الجهات الرسمية رجعت حسابات الفيلم بالقرش الواحد، واكتشفوا المفاجأة مفيش مليم واحد دخل لنور من بره، والفيلم ده نور الشريف صرف عليه من شقة عمره وفلوسه اللي محوشها لبناته. وعشان يثبت براءته من موضوع الفلوس قدام العالم كله، نور الشريف قدم المستندات اللي بتثبت انه استلف فلوس من البنوك ورهن حاجات يملكها عشان يكمل الفيلم، وده كان أقوى رد خلى الصحافة اللي هجمته تعتذر له. وقتها الكل عرف إن حكاية شنطة ياسر عرفات دي كانت تمثيلية متألفة عشان يوقعوا فنان ناجح. نور الشريف رجع مصر والجمهور استقبله استقبال الأبطال، ودموعه نزلت من كتر الفرحة. والرد القاسي بقى كان من عند ربنا. نور عمل ورا بعضه لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحج متولي وكسر الدنيا، وبقى هو المسيطر على الشاشة، في حين إن اللي حاولوا يكسروه نجمهم بدأ يطفي والناس بدأت تنسى اللي قدموه. نور الشريف عاش بطل ومات بطل، وفضل الجرح ده في قلبه، بس الحقيقة نورت في الآخر، وعرفنا مين اللي بيحب بلده بجد ومين اللي كان بيحقد غيرة وحشة. عارف يعني إيه رسام كاريكاتير يخلي رؤساء وحكومات يترعبوا من ريشة قلم؟ عارف يعني إيه فنان يرفض يبيع كلمته ويدفع حياته كلها تمن لموقفه؟ ناجي العلي ده يا جماعة هو الشخصية اللي خلت نور الشريف يخسر فلوسه واسمه الكبير عشان بس يقدمها. تعالوا أعرفكم مين هو الراجل ده وليه كان مسبب صداع لكل اللي حواليه. بص يا سيدي، ناجي العلي ده فنان فلسطيني اتولد سنة 1937 في قرية اسمها الشجرة. لما حصلت النكبة سنة 1948 هجروه وهو لسه طفل صغير وراح عاش في الخيام في مخيم عين الحلوة في لبنان. الوجع اللي شافه وهو طفل هو اللي رسم شخصيته. ناجي ما كانش بيعرف يسكت عن الغلط لا في عدوه ولا حتى في أهله. كان بيرسم كاريكاتير بيقطع في أي حد شايف إنه مقصر في حق القضية، سواء كانوا قادة عرب أو حتى قادة فلسطينيين. وعشان كده ناجي العلي ما كانش له صاحب، كان الكل بيخاف من ريشته اللي زي السكينة. أشهر حاجة عملها ناجي هي شخصية حنظلة، الطفل الصغير اللي مدلنا ظهره ومكتف إيده وراه. ناجي كان بيقول إن حنظلة ده هو الطفل اللي مش هيكبر إلا لما يرجع بلده، وإنه مكتف إيده تعبيراً عن رفضه لكل الحلول السلمية اللي كان شايفها تنازلات.
حنظلة ده بقى أيقونة ورمز للقضية في العالم كله. ناجي العلي عاش حياته مطرود من بلد لبلد، من لبنان للكويت للندن، وفي كل حتة كان بيرسم وينتقد بجرأة مفيش زيها، لحد ما جه يوم 22 يوليو سنة 1987 وهو ماشي في شوارع لندن ورايح شغله في جريدة القبس، طلع عليه واحد وضربه بالنار في وشه. ناجي فضل يصارع الموت لغاية ما مات في شهر أغسطس من نفس السنة. موته كان لغز كبير، والاتهامات راحت في كل اتجاه، من أول الموساد لحد جهات تانية كتير ما كانتش طايقة رسوماته. نور الشريف لما قرر يعمل الفيلم كان عاوز بشدة يوري الناس إن ناجي العلي ده مات عشان كلمة حق، وده اللي خلى الفيلم يتقلب لمؤامرة سياسية وفنية ضخمة زي ما حكينا قبل كده. دي كانت الحكاية الكاملة لإمبراطور التمثيل نور الشريف. لو الحكاية دي لمست قلبكم وحسيتوا بالوجع اللي شافه، ما تنسوش المتابعة والقلب الجميل، وروحوا حالا اشتركوا في قناة اليوتيوب، الرابط في البايو، عشان هناك بنحكي الحكايات الطويلة اللي فيها أسرار ما ينفعش تتقال هنا. استنوني في الفيديو الجاي. سلام يا غاليين.